باخطّط بس مش باكمّل، النقطة دي اتكلّمنا فيها بالتحديد وقُلنا إن إحنا هنا كتير أوي بنوقّف أو ما بنكمّلش أو بنقول إن إحنا ما بنستمرش لمّا بنمشي شوية على الخطة بتاعتنا وبعدين بنلاقي إن هي مش بنعمل اللي إحنا المفروض كاتبينه وبعدين بنوقّف، فبنقول إن إحنا مش بنستمر. وهنا قُلنا إن موضوع الاستمرارية نَفْسها وإني مش باكمّل ده بيعتمد على عوامل كتير أوي. إن أنا الخطة بتاعتي ممكن جدًا تكون مش مناسبة ليّا، ممكن تكون جدًا أنا عاملاها مش مناسبة لظروفي ولا إمكانياتي ولا المرحلة الحالية اللي أنا فيها، فبالتالي معنى إن أنا وقفت مش معناه إن أنا مش باستمر، ولكن معناه إن الخطة مش مناسبة ليّا ومحتاجة إن أنا أعدِّل فيها بطريقة مناسبة ليّا، محتاجة أراجع أولوياتي، محتاجة أراجع أشوف هو أنا إيه اللي وقّفني، يعني مش معنى إن أنا وقفت إن أنا مش باكمّل وإن أنا كده عملت حاجة غلط. ففكرة نظرتنا نفسها لموضوع إن أنا باوقّف، دي بتكون نظرة مُعيقة لينا، لإنها بتخلّيني مجرّد ما أقف أحس إن أنا خلاص مش في حاجة غلط فمش هاعرف أكمّل تاني، لكن لو غيّرت نظرتي لفكرة الاستمرارية، إن أنا باوقّف علشان في حاجة محتاجة تتعدّل، فأنا هاعدّل الحاجة دي وهارجع أكمّل تاني، فأنا محتاجة أرجع أشوف إيه اللي محتاج يتعدّل في الخطة بتاعتي، هل الخطة بتاعتي مش مناسبة ليّا، هل أنا محتاجة أتعلّم أكتر إزاي أقدر أحدّد أولوياتي بحيث إن أنا أقدر أتعامل مع الخطة في الأوقات اللي بتبوظ فيها، بحيث إن أنا أكون عارفة إيه المهم بالنسبة لي وإيه اللي مش مهم، فطول ما أنا مش مُدركة النقطة دي، فهتلاقيني باقع وبالاقي إن أنا الوقوع ده بيخلّيني أحس بالفشل وإن أنا مش عارفة أكمّل ومش باعرف أخطّط وكل الكلام اللي بنقعد نقوله ده، فبنقعد فعلًا فترة كبيرة مش بنخطّط، لإن إحنا بنبقى معتقدين عن نَفْسنا إن إحنا بنخطّط وما بنكمّلش، أنا مش عندي تجارب كتير غير ناجحة مع التخطيط، فبالتالي بنُقع فترات طويلة وبعدين نرجع تاني نشتغل ونخطط بنفس العقلية بتاعة بنفس عقليتنا القديمة، فبالتالي تكرار فترات الوقوع بيفضل زي ما هو.